مشكلة أمتنا اليوم في مجموعها طبعا وليس في أحادها، لكن في المجموع في العموم للأسف الشديد أنها تفشل أن تتعلم من التاريخ كما تفشل أن تتعلم من الواقع والوقائع. والله لا تتعاطى لا بتاريخ ولا بواقع، شيء عجيب. وبدي أختم بهالمثال البسيط عشان نقوم نصلي. يعني الآن على فكرة واضح أنه قضية السعي إلى دولة دينية، وطبعا أنا مش أقصد دولة ثيوقراطية، لكن دولة دينية يحكمها يعني إسلاميون ويزعمون أنه عندهم مخططات كاملة في السياسة والاقتصاد، وهذا كله كلام فارغ وكلام منفوش وغير صحيح، وثبت أنه غير صحيح. يا أخي مشكلتنا في هذا الباب أننا لم نقرأ لا التاريخ ولا الواقع. يا رجل المسلمون حكموا وعلى أساس بدهم يطبقوا شرع الله وبالدين عبر التاريخ، بنو أمية والعباس والمماليك والعثمانيون، كل هؤلاء باسم الدين باسم الدين باسم الدين، وما شفناش إلا الويل، ما شفناش إلا المصايب. وجاء الغرب وبطل هذه اللعبة، هذه بطلها، قال لك بلاش، بدنا دولة حديثة مدنية. نجحوا نجاحا رهيبا. إحنا نعيش في هذه الدول ومخذين كامل الحرية وبنمارس ديننا على أحسن وجه نريده بفضل الله تبارك وتعالى. والله وأنا رجل مسلم يهمني أكثر شيء في حياتي إسلامي وديني، أكثر شيء في حياتي. والله لو خيرت لا أختار أن أستبدل أي بلد مسلم بهذه البلاد مثلا، لأني أعلم علم اليقين أنني لن أجد حريتي وأن أفوه بما أريد وأن أعبر عن مكنوناتي، لا في ظل هذا الحكم ولا ذاك ولا ذلك ولا حكم أولئك من اللي بيحكموا باسم شرع الله. وشوفنا الإسلاميين في العصر الحديث حاكموا باسم الإسلام، خربوها. حكموا في أفغانستان، مدمرة أفغانستان، هي مدمرة، دمروها، وكلهم مشايخ وبروفيسورات ورجال دين ما شاء الله، صح ولا لا؟ خربوها، ملالي وأساتذة خربوها. شوفنا البشير والحركة الإسلامية في السودان، صح ولا لا؟ خربوها، دمروها. شوفوا إيش صار، شوفوا. وراحت السودان وراح الجنوب منا وسارق الدنيا، وهاي وإسلام وحركة إسلامية، ضيعنا. شوفنا حكم الملالي كذا في إيران، خميني وخامنئي، ضيعوها، خربوها على جيرانهم، لأن الأصولية أصولية، سواء يهودية مسيحية إسلامية هندوسية بوذية، الأصولية أصولية. أخطر شيء إذا حكمت هذه الأصوليات. بتقول لي والله صحيح يا أخي، والله مزبوط، وهذا حصل في التاريخ وحصل اليوم وفيش فايدة اليوم، مع احترامي لكم جميعا ولأمتنا وإخواننا وأحبابنا وأساتذتنا. بتلاقي من كل 10 8 مقتنعين بالمشروع الإسلامي وبفكر إنه نجاح. عارف ليه؟ تفكيرنا أبتر، وإن شانكه الأبتر. تفكير بفكروا إذا الحكم العسكري والحكم اللي بيسمي حاله علماني ولا ديني فاشل، إذا الناجح بده يكون الحكم الأصولي. لا هذا بنجح ولا هذا بنجح، هذه لعنة وهذه لعنة. الحل لا هنا ولا هنا، انتبهوا. ومش معناها أنت لما تدين المشاريع الإسلامية الفاشلة هذه المخادعة اللي أنا بسميها البابل، بس فقاعة، كلها فقاعة، كلها فقاعة، مشاريع فقاعية، مشاريع فقاعية. إنه معناها نظم الحكم الأخرى الاستبدادية والظلمة هي معناها صحيحة. لا هذا صح ولا هذا صح. الصح موجود، والعالم الغربي هذا كله بعيشه زي ما انتم عايشين هنا في النمسا وفي أمريكا ونيوزيلندا وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. هذا هو دولة حديثة، دولة حديثة لا تمارس الدجل باسم الدين ولا تفرض على الناس نمطا من التدين معينا ولا كذا. هذا هو. فإحنا نعجز أن نستفيد لا من التاريخ ولا من الواقع. عقليتنا غير سننية، غير اتعاظية، تحتاج فعلا إلى إعادة فك وترتيب وتركيب من جديد.